عزيزي اهلا بيك في سلسله جديده من سلسله الضربات في الكبسوله، وهي صحح معلوماتك في معلومه علميه. السلسله دي هنجيب مصطلحات بتتقال غلط تحت مسمى صحح معلوماتك، ونصحح المعلومه مع بعض ونعدل ونشوف ايه اصلا اصل الكلمه. انت شنو؟ عيشتك صارت تقصر العمر. طب يا فنان، يعني ايه عيش تتأثر العمر؟ انت عارف اصلا معنى الجمله دي؟ كلمه تأثر العمر دي كلمه بنقولها كتير كل شويه، ومعظم الستات او الرجاله في الخناقات بتاعهم ان انت عيشتك تأثر العمر، ويفضل يتضربوا مع بعض بالجمله دي. طب تعالى نعرف ايه هي اصلا الحاجات اللي فعلا بتأثر العمر. اكيد مش الخناقات دي بالظبط، خليك معايا. في الاول الاعمار في يد الله والاقدار، بس احنا بناخد المسببات. من ضمن الحاجات طبعا اللي بتأثر في العمر هي العوامل الوراثيه، الصفات الوراثيه اللي بيورثها الانسان من الاب او الام او الاجداد، وكمان طبعا الامراض الوراثيه اللي بتتورث زي السكر وبقيه الامراض. وتاني حاجه معانا وهي التغذيه الجيده. طبعا الاكل اللي بيكون موجود الفاست فود والاكل اللي هو بيكون موجود مليان دهون وسكر كتير، ده بيأثر على ان احنا نصاب بامراض زي امراض القلب والسكر وامراض السرطان، فبالتالي طبعا بتأثر في العمر. وكمان فكره ان احنا ما فيش نشاط بدني او رياضه، لازم نحاول بقدر الامكان والشباب اكتر نص ساعه في اليوم من الرياضه، لان دوت الناس اللي هم بيكونوا بيعملوا الرياضه كل يوم متتالي دول بيقللوا ان هم يصاب بالامراض الخطيره زي الامراض اللي احنا قلنا عليه وامراض تانية. كمان عندنا النوم وكمان الاجهاد، سواء قله النوم او زياده النوم، الاثنين بيأثر في العمر. لان الطبيعي بتاعنا ان احنا المفروض ننام من 6 ل 8 ساعات، مش اكتر او اقل من كده، لان اتعملت دراسات واثبتت ان الناس اللي بتنام اقل من 6 ساعات او اعلى من 8 ساعات بيسبب في ان هم يصابوا بامراض كتير، وكمان بيسبب في ان هم العمر بتاعهم يقصر. وكمان الاجهاد، ان الانسان اللي بيفضل يجهد نفسه بدون راحه، وكمان قله النوم. كمان من العادات السيئه دي التدخين وشرب الكحوليات وكمان المخدرات والكافيين، كل الحاجات دي بتسبب لامراض خطيره زي امراض في الكلى وامراض في الكبد والسرطان كمان. وكمان في العوامل البيئيه زي التلوث الهواء والميه والدخان والحاجات اللي احنا بنتنفسها، كل دي بتسبب في اصابات في الامراض في الرئه والقلب وكمان السرطان. وكمان المواد الكيميائيه او التعرض للمواد الكيميائيه زي المنظفات اللي بتكون موجوده في البيت او اي حاجه سواء في البيئه او جوه البيت، كل الحاجات دي بتسبب في الاصابه بامراض خطيره، فبالتالي بتاثر العمر. وكمان في الحالات الصحيه للامراض المزمنه زي امراض ارتفاع ضغط الدم او القلب، او كمان مثلا الامراض اللي هي بتاعه الكلى والكبد، كل دي بتاثر بالسلب على الصحه، وبالذات في حاله عدم الالتزام سواء بالنظام الغذائي معين او بالالتزام بالعلاج. يا مستر احمد، انت دلوقتي قلت الاسباب اللي بتخلي الامر ياثر، طب احنا ازاي نحافظ عليها؟ خليك معايا. عشان بقى احافظ على صحتي، اول حاجه لازم احافظ على الاكل بتاعي، لازم يكون مليان بخضروات وكمان فواكه وكمان اكل يكون فيه بروتين كتير، وابطل بقى الاكل بتاع الفاست فود والدهون اللي من بره ده. وكمان احاول بقدر الامكان امارس رياضه حتى لو كانت بالقليل، هي عباره عن مشي رياضه حتى كل يوم مشي خفيف، دي كلها بتساعد في ان نحافظ على الصحه بتاعتنا. وكمان احاول بقدر الامكان ان اخد الوقت الكافي بتاعي في النوم، غصب عني لازم اغصب نفسي، لازم حتى ان انا جسمي ياخد راحه من 6 ل 8 ساعات في اليوم. وكمان برضو احاول اقلل الاجهاد بتاعي زي مثلا الحركات بتاعه التامل واليوجا اللي بتتعمل، دي كلها بتقلل الاجهاد بتاع الجسم. كمان نتجنب العادات السيئه زي التدخين وافراط الكحول اللي احنا قلنا عليهم، ونحاول نبدلهم باي حاجه تانية زي مثلا رياضه او اي حاجه تشغلنا عن الحاجات دي كلها. وكمان كل فتره احاول بقدر الامكان ان انا اعمل فحص شامل لصحتي عشان اتاكد برضو واطمن على نفسي، وكمان الكشف عن اي امراض في المراحل بتاعها المبكره ما يكونش كبرت يعني. وكمان لازم يكون في عادات او في علاقات كويسه اجتماعيه مع اللي حواليك، لان ده سبب من ضمن اسباب دعم الصحه النفسيه وكمان الصحه الجسديه. في نهايه حلقتنا اتمنى دايما ربنا يشفينا ويبعد عننا الامراض وعن جميع المسلمين يا رب دايما، ويشفي كل مصاب. اتمنى دايما ان احنا نحافظ على جسدنا وصحتنا، لان ده شيء مهم جدا في اي حاجه من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها في حياتنا، وربنا والرسول صلى الله عليه وسلم كانت امرنا طبعا ان احنا نحافظ على جسدنا. فيا رب تكونوا دايما في صحه وسلام. سلام.